ما الحل بعد إنهاك سبتة ومليليا اقتصاديا؟ السيادة المشتركة ممكنة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان أمر استرجاع المغرب لمدينتي سبتة ومليليا أمر لا يدخل ضمن الأولويات الراهنة للمملكة محمد السادس، فإن أمر إنعاش المدينتين اقتصاديا أمر راهن بالنسبة للحكومتين المركزيتين لهاتين المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي منذ العام 1995، وأيضا للحكومة المركزية لمدريد التي أصبحت ترى أن هاتين المدينتين أصبحتا عال عليها، خاصة في ظل الوضعية الراهنة التي خلفتها جائحة كورونا، مما يعني أن إسبانيا عليها اليوم أن تبدع حلا سحريا ينقذ المدينتين من الإفلاس التي تسبب فيه قرار المغرب بغلق المعابر الحدودية للتهريب المعيشي. من بين الحلول التي تم التفكير فيها بشكل جديد في إسبانيا أن يتم تحويل النشاط الاقتصادي للمدينتين من طابعهما التجاري حاليا المعتمد كليا على المغرب إلى مدينة ملاهي وكازينوهات، وفتح مجموعة من الخطوط البحرية بينهما وبين إسبانيا بأثمنة رمزية تكاد تكون مجانية لجلب مئات الآلاف من السياح إليهما بشكل سنوي، مما يعني إعادة تنشيطهما اقتصاديا عن طريق السياحة. ولو أن هذا الأمر قد يكلف الحكومتين المركزيتين المتمتعتين بالحكم الذاتي إمكانيات مادية ضخمة لتحويل نشاطهما الاقتصادي. ومن بين الحلول الأخرى التي يمكن أن تقرأهما في الصحف الإسبانية ما كتبته الأسبوع الماضي جريدة إسبانيول الواسعة الانتشار، التي روجت لفكرة تقول أن إسبانيا يمكن أن تقبل بالسيادة المشتركة مع المغرب على المدينتين الواقعتين في أقصى شمال المملكة لإنقاذهما من الإفلاس الاقتصادي التي تسببت فيهما قرار المغرب بغلق جميع المعابر الحدودية. هذه الجريدة المقربة من اليمين المتطرف في إسبانيا المعروف أصلا بمعاداتها لكل ما له علاقة بالمغرب أكدت أن الاختناق على مدينة مليليا على الخصوص يتوقع أن يزداد بعد إطلاق نشاط ميناء بن نصار بالناظور، وكذلك في حالة ما إذا قام المغرب بفرض منع الطائرات المتوجهة إلى مطار مليليا من التحليق فوق أجوائه، مما سيدفع بشكل أوتوماتيكي بالطائرات إلى اختيار النزول في مطار العروي بالناظور بدلا من مطار مليليا الذي يستحيل توسيعه إذا علمنا أن مساحة المدينة بأكملها لا يجوز 12 كيلومتر مربع. أما بالنسبة لمدينة سبتة فموتها إكلينيكي اقتصاديا بدأ منذ افتتاح المغرب لميناء طنجة المتوسط، وما زال يشهد توسيعات ضخمة وخلق هذا الميناء لوحده 75 ألف منصب عمل بشكل مباشر وغير مباشر، علما أن ساكنة مدينة سبتة التي تبلغ مساحتها 20 كيلومتر مربع هو 75 ألف نسمة كذلك. جريدة إسبانيول الإسبانية وهي تعدد الخسائر الاقتصادية لمدينتي سبتة ومليليا عددت في مقابل ذلك الإنجازات الضخمة للمغرب بالمحاذاة مع هاتين المدينتين المحتلتين، وهو ما ضيق عليهما الخناق اقتصاديا، مما سيجبر إسبانيا على التواضع للتفاوض بشأنهما، حيث من المرجح أن يتم التطرق في الاجتماع الثنائي الرفيع المستوى بينهما المزمع انعقاده مع مطلع السنة المقبلة إلى هذا الموضوع. هذه الجريدة المقربة من اليمين المتطرف الإسباني نشرت معلومات مثيرة لا يتم في الحقيقة تداولها حاليا في المغرب على المستوى الرسمي، ولا يرجح أن تكون دقيقة ما دامت غير منسوبة لمسؤول حكومي هناك أو خرجت من فم وزير الخارجية في مدريد أو رئيس الوزراء، كما أننا لم نستطع التأكد من صحتها في المغرب، وهي التي تقول على سبيل المثال أن أزمة مدينتي سبتة ومليليا بين مدريد والرباط سيتم تجاوزها بالسيادة المشتركة للبلدين على هاتين المدينتين من خلال ربط الناظور بمليليا عبر شبكة الترامواي الذي يهدف على حد قولها المغرب إلى إنجازه في أفق 2025.
السيادة المشتركة يمكن أن تتجلى كذلك بحسب الجريدة الإسبانية في أن تشكل مدينة ميليليا امتدادا سياحيا لمنتجع مارتشيكا الذي ينجزه المغرب حاليا بالناظور، والذي يضم فنادق كبيرة جديدة، حيث يهدف المغرب إلى إضافة 34 ألف سرير جديد كطاقة استيعابية، إضافة إلى بناء ميناء الناظور المتوسطي الذي سيكون شبيها بميناء طنجة المتوسط. كل هذه الأمور ستدفع إسبانيا بحسب الإسبانيول إلى الدفع بالسيادة المشتركة بين المغرب وإسبانيا على المدينتين لإنقاذهما من الإفلاس. ولو أن هذا الأمر يبدو مستبعدا، غير أن كل شيء ممكن في العلاقات الدولية، فمن كان يعتقد يوما ما أن أمريكا ستعترف بالسيادة المغرب على الصحراء، وهو ما لم تفعله فرنسا التي يزعم بعض مسؤوليها أنها تتبنى المغرب في مجلس الأمن الدولي ومستعدة لإشهار حق الفيتو من أجله في ملف الصحراء.